السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل لكم حمام بطريقة سهلة بسيطة، وخليكم معايا للاخر عشان الليمونة ديت سر الايه، سر طعمه كويس. مش كان حلو الحمام يا هنا؟ كان طعمه حلو. احنا نجيب بصل، اهم حاجة ندعكه بملح وفلفل اسود. ما بحبش توابل كتير. ونتبل بيه الحمام بره جوه عشان الطعم بس، ونعينوه على ما نجهز التتبيلة. يعني كل ما نعينه اكتر بقى احسن يعني، بس احنا ايه على بس ما نجهز الرز بتاعه. ندعكه كويس وبعد كده نحطها فيها. عموما اي اكل فيه بصل يندعك الاول مع ملح وفلفل. لو طبيخ اي خضار يعني، يبقى ملح وفلفل اسمر بسيط وكمون وكزبره والتوابل اللي بتحبوها يعني. انا مش هحط في التتبيله اسمها إيه، جوز الطيب، عشان سمعت فيها حرمانيه، فقلت مش مشكله يعني. فمعلش انا مش عارفه اعمل قدامكم كويس لاني كنت بصور بايد واحده. معيش لسه حاجة، معيش لينك لايت او اي ستاند لسه او اي حاجة. فقلت اوصل لكم الفكرة بأبسط طريقة. طبعا الدعك ده كله بعد ما غسلت الحمام كويس ودعكته بالدقيق والملح والليمون وصفيته كويس جدا. فصفيته من غير اي ميه، ودعكت دعك ده وعينته في التلاجة شوية. تمام. بس للاسف في فيديو بتاع ان انا بتاع الحشو، فيديو اتمسح لوحده. زعلنا قوي ان انا منزلتلكوش، بس هو كده هيبقى سهل يعني. بتفرغي بس من عند الرقبه وتحشي يعني، تبداي عند الرقبه بعد كده من تحت. ولا حطيت خله ولا خيط ولا اي حاجه. شوحت البصله ونحط القنص متقطعه الاول، ياخد تشويحه مع البصله. عشان لو حطينا كبده مع القنصه الكبده هتستوي قوي والقنصه لسه هتنهرى. فبصراحة أنا بحب قوي اللي هو الرز اللي هيبقى مع القنصة والكبدة، بعمل بزيادة يعني. بيتاكل جنب الحمام أصلا. قلبنا كويس وبعد كده حطينا الكبدة لما القنصة غيرت لون. وناخد تقليبتين. في ناس بيحطوا فلفل أخضر كمان وفي ناس لأ، أنا ما حطيتش. أنا حطيت بس سنة توم. سنة مش كتير يعني، بيفرق في الطعم شوية. أنا مفرزة توم فأخدت منه حتة يعني. أيوة هي ديت. بص مش كتير يعني، نص معلقة صغيرة. بيكسب في الطعم والريحة كانت روعة بصراحة. يعني الريحة في الوقت ده وانا كنت صايمة بقى اللهم اني صايمة. نزلنا بالرز. طبعا الكمية حسب كام حمامة معاها كام قنصة، حسب البصل. حسب انتوا عايزين رز بعد الحمام مع الحمام ولا لأ. فما اقدرش اقولك الكمية. بعمل اوكي على الريحة، كانت فظيعة بصراحة. بسم الله ما شاء الله. تعملي كده اهو. نزلنا ميه سخنه. مش زي الرز المختمو يعني، ميه مش كتير ميه يعني. ساقعة. لا ثواني يا هنا، عشان عندك اللي وظيفهاش ميه ساقعه. فهنغطي الرز او بالظبط يعني، مش هيبقى زياده عشان يبقى فيه ايه سنه سوا. لان لو مستوي قوي هيعجن مع الحمام. هنغطيه ويتشرب ونط عليه. بص الرز طلع مستوي بس نص سوا. انا عايزاه يبقى بالمنظر ده. واللون البصله مع القرص مع الكبد عاجبني جدا. ما حطيتش اي توابل، ملح فلفل اسمر بس. ما حطيتش جوز الطيب، ما حطيتش اي توابل بتاعت محشي بتاعت حتى مرق دجاج، ما حطيتش اي حاجه. وطلع طعمه خطير. ما بحبش احط توابل كتير عشان طعم اللحم بيبان، بتاع الحمام او اللحمه او فراخ اي حاجه. الشوربه بس حط ورق لورا وحاجات. اقفلي. اقفل. لا لسه مش نقول لاصحابنا بقى عملنا الحمام ازاي، عشان هو طلع طعمه حلو. صح يا هنا؟ هي في كام حمامه طلعت بس مش محشيه كويس لان في التنظيف. في التنظيف طلع اللي نضفوا المكنه اللي نضفت والناس اللي نضفت ما طلعتش كويس. هنا بقى خلاص اتسلق وطلع. بس للاسف ايه، ما صورتش الشوربه والحاجات دي فيديو راح والحشو. الليمونه دي بقى السر اللي بقول لكم عليه. احنا بندعك كل حمامه بالليمونه، وش وظهر. والطماطمايه دي ندعك بيها. انا عملت الحمامه واحده قدامكم، الكل هعمله كده. وحمر. دي كانت النتيجه النهائيه. وللاسف برضو نسيت اصور لكم، المغرب كان اذن. نسيت اصور لكم الشوربه كانت صافيه ازاي وكانت جميله. حتى كانت على الترابيزه والله جنب الحمام وما صورتوش. يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.